بندق فضح منظومة الفساد. ده الهاشتاج المنتشر، وطبعا في ناس كتيرة جدا رايحة للموضوع دوت بما انه حاجة بقى لا في حقيقة وازاي ومش ازاي، مع ان في فعلا فساد وفي فعلا حاجات مش كويسة بس مش اللي هو بيتكلم عليه. وهنتكلم دلوقتي ايه الحاجات اللي مش كويسة، بس انا عايز ارد على نقطة مهمة. الحكام بالجامل الاهلي ولا مش بالجامل الاهلي؟ الجدول ده هو اللي هيرد لك الحكام بالجامل الاهلي ولا مش بالجامل الاهلي. احنا بنتكلم مش على الماتشات، احنا بنتكلم على الواقع. بنتكلم على الواقع بيقول ان الاهلي المنافس اللي المفترض قريب منه هو الاهرام او بيراميدز. طيب دي قدامها قد ايه عشان توصل للنادي الاهلي؟ دي فاضل لها بالظبط 3 ماتشات بتسع نقط، 9 نقط، وهي جايبه 76 67، يعني المفترض هتبقى 76 نقطة. طيب الأهلي في المركز الأول فاضل له قد إيه عشان يعدي ال 76 نقطة؟ فاضل النادي الأهلي عشان يعدي ال 76 نقطة 5 نقط. 5 نقط بس. طب الأهلي فاضل له كام ماتش؟ الأهلي فاضل له 2 و4 يبقوا 6، فاضل له 6 ماتشات. فالأهلي عايز من 6 ماتشات 5 نقط. يعني فاهم، الاهلي عايز من 6 ماتشات 5 نقط، يعني الاهلي لو فاز ماتشين خلاص صعد وخد الدوري. فرقميا قدامنا هنا، لا الاهلي مش محتاج حكام. حتى لو اتغلب ماتش الاسماعيلي مش محتاج حكام. حتى لو اتغلب كذا ماتش مش محتاج حكام، لان الاهلي فعليا حسم بطولة الدوري، وهو فاز ماتشين خلاص صعد بطولة الدوري. طيب انت لو جيت تبص على الارقام اللي موجودة وشوف، الاهلي دخل فيه 7 اجوان، ما خسرش ولا مباراة، اقوى هجوم، اقوى دفاع. طيب اقوى هجوم واقوى دفاع، فانت بتتكلم على فريق. هل الفريق ده محتاج حكام؟ انا مش شايف انه محتاج حكام. وفكره ان حضرتك رايح لفكره ان اصل الاهلي مش عارفه مين، الاهلي فاز ببطوله افريقيه، فيعني هو فاز ببطوله افريقيه حكام بقى له مده طويله بيتكلم على الحكام، يعني فاهم. الفكره نفسها فكره مش صحيحه. كتير من الماتشات بيحصل فيها ظلم. ممكن في بعض الماتشات فعليا يكون الاهلي ظالم، لكن تلاقي الماتش اللي بعد الاهلي مظلوم. فيعني الموضوع مش الاهلي مش بيفوز بالحكام بدليل الارقام اللي قدامك دي. فريق بيفوز بالحكام كل مباراه هيبقى اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع ومعلم على افريقيا. الموضوع صعب، واي حد عايز يروح الاتجاه ده بيروحوا نتيجه فشله. والكلام لحد كده خلص على الجزئيه بتاعت بندق. تعالى بقى اتكلم على الحقيقه اللي الناس كلها مش بتوضحهاش. اولا، كل سنه نفس الكلام بيحصل. ايه هو؟ الاهلي يفوز ببطوله الدوري يطلع الزمالكاوي يقول لك الحكام، الزمالك يفوز ببطوله الدوري يطلع الاهلاويه يقول لك الحكام. فاحنا هنا قدام من اكتر المنظومات الفاشله، هي الرمي دايما على الحكام. هي الرمي دايما على الحكام سواء من الاهلي او سواء من الزمالك. عشان بس ما حدش يقول لك ايه اصل الاهلاويه والزملكاويه هم الاثنين بيعملوا زي بعض. يطلع اعلام الاهلاوي بدل ما يتكلم مثلا على فشلنا وازاي ما خدناش البطوله وازاي عندنا مشاكل في الصفقات وازاي عندنا مشاكل في الدوري وازاي عندنا مشاكل مش عارفه في مين، يقول لك لا الحكام. يطلع الزملكاويه بدل ما يقول لك لا يا جماعه احنا فشلنا وعندنا مشاكل، يقول لك الحكام. فالحكام الشماعه اللي بيلجا اليها الاهلي واللي بيلجا اليها الزمالك في حال فشلهم. ده رقم واحد، ودي قاعده هم بيستخدموها على طول. رقم اتنين، تعالى بقى نتكلم على فساد منظومه الكوره يا استاذي العزيز. فساد منظومه الكوره هو باين قوي في ال في ال في الجدول. يعني انت لو بصيت في الجدول اللي قدام حضرتك دوت وشفت كام نادي عنده جمهور وكام نادي ما عندوش جمهور، يعني كام نادي عنده جمهور وكام نادي ما عندوش جمهور. لو بصينا مثلا مين ليه جمهور، الاهلي ليه جمهور، الزمالك ليه جمهور، المصري، المقاولين برضو مش قوي. طيب الاتحاد، مين تاني، الاسماعيلي، اسوان، غزل المحله ممكن. فانت بتتكلم تقريبا ان يعني مش عايز اقول لك اكتر من نص بطوله الدوري اللي عندك انديه ما عندهاش جماهير. ده هو بفساد منظومه الكوره يا باشا، انك عندك انديه مش ليها جماهير وطبعا غلط كبير.
اقول لك يعني ايه فساد منظومه الكره، اقول لك انا فساد منظومه الكره قد ايه. قول لي كام لاعب محترف خرج من الدوري المصري لاوروبا في اخر 5 سنين؟ عايز تعرف يعني ايه فساد منظومه الكره؟ اقول لك يعني ايه يعني ايه فساد منظومه الكره. فساد منظومه الكره، قول لي كام واحد لعيب كوره عنده ابنه او قريب ليه في الناشئين. ده هو فساد منظومه الكوره. قول لي كام لاعب ما بيتاخدش عشان ابن الشخص ده يخش؟ كام واحد؟ طيب قول لي النادي الاهلي كله على بعضه، كله على بعضه من اوله لغايه اخره دلوقتي في كام واحد لعيب كوره اثبت نفسه من اللي موجودين؟ يعني ما كام لعيب ابنه او اخوه او قريبه اثبت نفسه؟ كام واحد؟ كام واحد من اللعيبه دي فاد منتخب مصر؟ منتخب مصر راح يتقدم ولا يتاخر؟ ده هو فساد منظومه الكوره. عايز تعرف يعني ايه فساد منظومه الكوره؟ قول لي كام لعيب جو الاهلي او الزمالك محترف بملايين الدولارات وقعد كام سنه وفاد الفريق بقد ايه ومشي؟ كام لعيب جابوا الاهلي والزمالك وقعد فتره قد ايه وفاد ومشي، وجي واحد تاني وقعد فتره قد ايه ومشي، وجي واحد تالت، والموضوع سبوبه. هو ده فساد منظومه الكوره. عايز تعرف يعني ايه فساد منظومه الكوره؟ اقول لك فساد منظومه الكوره اما نوصل لحد 8/7/2023، يعني حضرتك فعليا كمان شهر هتبدا الدوريات تشتغل وانت لحد دلوقتي ما خلصتش البطوله بتاعتك وما خلصتش البطوله الدوري. عارف يعني ايه فساد منظومه الكوره؟ فساد منظومه الكوره انك تبقى عندك بطوله واختها في نفس الوقت، دي بطوله ودي بطوله تانية والاتنين بيتلعبوا قريبين من بعض، ده في سنه ودي سنه مختلفه، وبدون اي بدون اي ترتيب. هو ده فساد منظومه الكوره. عايز تعرف يعني ايه فساد منظومه الكوره؟ شوف مين اللي ماسكين الكوره في مصر، وايه الاخطاء اللي موجوده والاخطاء المتكرره وما بتتصلحش. هو ده فساد منظومه الكوره. فحضراتكم كل سنه بيحصل كالاتي، ان بنخش في حوار ده احنا مالناش فيه، ويبدا يطلعوا يتكلموا عن الحكام، ويطلع الجمهور يتكلم لا ده المفترض الحكام يعملوا كذا، المفترض الحكام ما يعملوش كذا، وفي الاخر الموضوع مفيش اي تطور، مفيش اي خطط بتتحط حقيقيه لتطوير المنظومه، مفيش اي خطه بتتحط حقيقيه لتطوير الفرق ودعم الفرق بالجماهير، مفيش اي خطه هتتحط حقيقيه للناشئين، مفيش خطط بتتحط حقيقيه للمصاريف اللي بتصرف بالعبط على لعيبه الكوره اللي بتيجي وبتمشي بدون ما يفيدوا حتى الفرق. كل الكلام ده مش موجود ومحدش بيحاسب حد، وفي الاخر تعالوا نضحك على الجماهير ودايما نرمي المشكله على الحكام، والاهلي بيفوز بالحكام والزمالك بيفوز بالحكام ومش عارفه مين بيفوز مش عارفه مين، وفي مؤامره عالميه مهلبيه كونيه على النادي بتاعنا، وفي مش عارفه مين واحنا مش عارفه ايه وده نادي مش عارف مين، وتخش في حوارات ملهاش اي لازمه. والاسس الاساسيه اللي موصلانا لحد 8/7 في شهر 7 ما خلصناش بطوله الدوري محدش بيتكلم عليها، والفشل بتاع المنتخبات بتاعت الكوره محدش بيتكلم عليها، وابناء اللاعبين اللي بيخشوا في الناشئين يدمروا قطاع الناشئين محدش بيتكلم عليه، واللعيبه اللي بتيجي بتصرف ملايين في السنه بدون ما تلمس كوره وبدون ما لها اي دور وتمشي، ويجي واحد نفس الطريقه بالسبوبه محدش بيتكلم عليها. كل ده لا يجب ان احنا نتكلم عليه، ولكن نفضل قضيه الاهلي فاز هذه الكره دي جت في ايد ده ولا الكره جت في ايد ده. هي دي المشكله، ان هم دايما بيدخلوك في حوارات انت مالكش فيها، والقواعد الاساسيه المفروض نتكلم عليها عشان نبني كره حقيقيه محدش بيتكلم عليها.